مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في قهوة وجرنان. المغرب الشقيق الجارة الغربية يريد العودة للاتحاد الإفريقي من خلال رسالة واضحة بعث بها الملك محمد السادس للاتحاد في قمته 27 في رواندا في كيغالي. المغرب الذي كان قد غادر الاتحاد الذي كان يسمى من قبل قمة الجزائر 99 منظمة الوحدة الإفريقية طوعية في سنة 1984 احتجاجا على تبني الاتحاد الإفريقي لقضية الشعب الصحراوي. معناه 32 سنة من الغياب يريد العودة الآن. والرسالة التي وجهها الملك محمد السادس تزامنت أيضا مع زيارة مبعوثي ملك المغرب محمد السادس للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الوزير المنتدب للشؤون الخارجية ناصر بوريطة، ومدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات ياسين منصوري الذي استقبلهم الوزير الأول. هل نقرأ الأمر أن المغرب يريد إعادة الدفء للعلاقات مع شقيقته الكبرى الجزائر؟ ثم لماذا في هذا الوقت بالتحديد وأمام التهافت الدولي الحاصل من أجل الولوج إلى إفريقيا لما باتت تمثله كمتنفس للعالم بحكم أنها لا تزال عذراء تتيح كل الفرص؟ تبعات عودة المغرب للاتحاد الإفريقي إن حصل الأمر، ثم هل تجاوز الجزائر للوصول إلى إفريقيا؟ وهل هناك من يريد إرجاع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من أجل إضعاف دور الجزائر في الاتحاد؟ سؤال واضح، ماذا يريد المغرب من الاتحاد الإفريقي؟ عنوان حلقتنا اليوم، وضيفي اللواء المتقاعد السيد عبد العزيز مجاهد. سيد مجاهد، صباح وشكرا لحضورك معنا. نهارك مبروك والعفو على الدعوة. شكرا. أستاذ مجاهد، تقريبا اليوم كل الصحافة الوطنية تناولت هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى. هناك من ركز على الاتحاد الإفريقي، هناك من ركز على العلاقات الثنائية الجزائرية المغربية، هناك أيضا قراءات مختلفة. أنا أريد أول سؤال أستاذ مجاهد، رأيك في الزيارة بالذات، زيارة وزير المنتدب للشؤون الخارجية ناصر بوريطة. يعني تقريبا كل المواقع وكل الصحافة حتى العربية تحدثت على هذه الزيارة. أريد رأي الأستاذ مجاهد في هذه الزيارة. زيارة طبيعية بين جيران وأشقاء، وثانيا طبيعية تطبيقا للقوانين الدولية. أنت تكلمت على الوزير وكان يصاحبه مسؤول الأمن. إذا كان جاء مسؤول الأمن، احنا على بالك باللي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مكلفين ومجبرين ومفروض علينا ان احنا نتعاونوا فيما يخص مكافحة الإرهاب. هذه الظاهرة العالمية اللي تضرب في كل مكان فرضت الأمم المتحدة بقرارات وتاع مجلس الأمن التعاون الكامل الكلي بين الدول الأعضاء فيما يخص مكافحة الإرهاب. إذن دولة جارة مرحبا بزيارتها، أهلا وسهلا. مسؤول الأمن يتلاقى مع مسؤول الأمن باش ينسقوا كما نفعل مع تونس، كما نفعل مع جيراننا الآخرين. هذا ما يتوقفش غير على المغرب، نتعاونوا في مكافحة فيما يخص مكافحة الإرهاب. لازم نذكروا أيضا باللي في 20 مارس المغرب طرد بعثة المينورسو من الصحراء الغربية. هل تراجع عن موقفه؟ الأسبوع الماضي دفعة أولى عادت إلى الصحراء الغربية، معنى ذلك بل المغرب تراجع. ممكن أيضا هنا يكون قد تراجع وطلب الرجوع إلى المنظمة باش يأخذ مكانه، يعني ممكن. طيب أستاذ مجاهد، كل يسأل يعني لماذا بهذا التوقيت بالذات؟ المغرب خرج من المنظمة اللي كانت منظمة إفريقية وأصبحت اتحاد إفريقي، خرج في سنة 84، يعني 32 سنة من الخروج. صح. من حقنا نتساءل أستاذ مجاهد لماذا هذا التوقيت بالذات، وخاصة قلت أنا في المقدمة وكل التحليلات ذهبت في نفس السياق نفس الوجهة، أن الاتحاد الإفريقي الآن أصبح يعني وكأنه فيه تهافت على هذا الاتحاد. شفنا الكيان الصهيوني كان قال أنه حتى إسرائيل لها الحق في إفريقيا، شفنا أمريكا وما قدموا الكونغرس حول هذا الاتحاد الإفريقي بالذات. يعني كاين كثير من القراءات أنه لماذا هذا التوقيت أستاذ مجاهد؟ هل هو توقيت عادي المغرب يعني يخرج وقت ما يحب يرجع وقت ما يحب بين قوسين؟ هو الإشكالية هذا الموقف نتاع الدولة المدللة من طرف البعض كان ممكن يكون في وقت سابق، أما الآن هذا موقف الدلال
لا يجني منه ثمار. أنت اليوم أمام حالة بعد 41 سنة من الاحتلال، لازم نذكروا هذه القضية، لازمنا نرجعوا بالذاكرة تاعنا للخلف. نذكر فقط المشاهدين الجزائر تحصلت على جائزة الجوائز، جائزة الاتحاد الإفريقي، اعتراف بجهود رئيس الجمهورية في ترقية حقوق المرأة وأيضا في الشق الاجتماعي. أستاذ مجاهد، بصراحة الوزير الأول قال يجب أن نتجه جنوبا، وكاين صحيفة تكلمت على هذا الموضوع بالذات عملته أعتقد وقت الجزائر. أستاذ مجاهد، تأخرنا بصراحة أنه الآن فقط صار الحديث عن الاتجاه جنوبا، معناتها العودة لعمقنا الإفريقي. وقيل هنا لازم نزيد أيضا نذكر باللي ذاكرة الشعوب هي التاريخ. احنا افريقيا هذه نرجعوا سندونا اللي قال افريقيا للافريقيين، هذه عندها اكثر من 20 قرن من اللي قال هذه المقولة. توها مازالوا ضعاف أستاذ. السؤال هذا اللي يقول هذا الكلام، هذو مستثمرين يمروا من هذا في هذا البلاطو أستاذ مجاهد. كيفاش الإنسان اللي يقول هذا الكلام يفهمني كيفاش الأوروبيين يستثمروا ويستغلوا في افريقيا واحنا ما قدرناش. يقول لك مثلا باش يدير لك فيرمون تاع الاموال استاذ مجاهد لازم لك 6 شهور 7 شهور. انا نعطيك مثال، انا حبيت نربط لك بين الكلام السياسي والكلام الاقتصادي. لا انا هذا الكلام يحتاج الى تحليل ودراسه ويعني نروحوا للعمق. هذا انا نظن باللي كلام سطحي. انا نذكرك باللي في الستينات والسبعينات كان عندنا زوج معارض قارية. كان عندنا معرض نتاع الموغار، كان عندنا معرض نتاع الأصحار. المعرض نتاع الموغار كان في جنوبنا الغربي في تندوف، صحيح، والأصحار كان في تمراس. في الوسط. كانت الدول الأفريقية المحيطة، وكنا عملنا تسهيلات. انت تتكلم على التحويلات البنكيه وما تحويلات بنكيه، احنا كنا دايرين نظام المقايضه. هات جيب السلعه نتاعك، تاخذ سلعه من هنا. كنا نتعاملوا وفق البيئه، وفق الموجود، يعني موجود المقايضه نتعاملوا. كنا نسهلوا على كنا نسهلوا. الان نبحثوا على مناطق تبادل حر. هذه واحده. اثنين، لما درنا طريق الوحده الافريقيه، لما درنا طريق الوحده الافريقيه كانت السلع الموجهة إلى نيجيريا كانت أبوجا. لا ماشي أبوجا جديدة. أبوجا عاصمة جديدة، ولهنا نهضر على المواني نتاع كانت السلع اللي تهبط في مواني العاصمة تصل إلى نيجيريا قبل أن تفرغ حمولات السفن الموجودة في الموانئ النيجيرية. إذن علينا أن نبتعد عن السطحية، على هؤلاء أن يتحلوا بالمصداقية. طيب معليش، خلينا نناقشوا كل الآراء أستاذ مجاهد. مرحبا. معليش نطرح لك أيضا رأي آخر. هناك من يقول لك أن الجزائر بصراحة تعبنا من هذه الاتحادات أستاذ مجاهد، اتحاد المغرب العربي، الاتحاد الإفريقي. الجزائر دائما هي اللي تخسر، هي اللي تدفع، بين قوسين هي اللي يديها النيف، خلينا نقولوا حتى يفهمونا الكل الجزائريين. أستاذ مجاهد يعني تعبنا. أنا نقول لك رأيي حتى نناقشوا كل الفرضيات الموجودة. كي يقول لك مليح نتجهوا لعمقنا الإفريقي وعمقنا المغاربي، كي يقول لك حابين نطوروا يعني البلاد، نلتاو بأمورنا، ما نلتاوش بامور اللي ربما تعبنا اكثر، مثلا افريقيا، عمق الافريقي، او هذه الاتحادات اللي تقريبا ما شفناش منها النتيجه. استاذ مجاهد هذا يبقى رايي. انت موجود اولا، انت تعيش في فتره يسميوها العولمه. هذه باش تقول لي يعني اهتم الا باموري الداخليه، هذه غير موجوده. انت الان صحيح. عالم مفتوح، اذا ما تقدرش تقول نهتم بامور الداخليه. هذه من جهه. أما بالنسبة للناس اللي يتكلموا هذا الكلام، أنا نذكرهم بنيلسون مانديلا الله يرحمه. احنا احتفلنا أمس بالذكرى نتاعو. نيلسون مانديلا هذا الزعيم الرمز، العالم كل كان يتمنى أن يستقبلوا في زيارة الأولى نتاعو لمن خصصها.
الجزائر. وماذا قال فيها؟ أعلن فيها، قال: خصصت زيارتي الأولى إلى الدولة التي جعلت مني رجل إنسان، لأن إحنا اللي شاركنا في تحرير جنوب أفريقيا. أنت بلاد اللي كما أميلكار كابرال اللي قال لك أنت مكة الثوار، أنت بلاد نتاع أغوستينو نيتو وسامورا ماشيل اللي قال عليها باللي أنت عاصمة الأحرار. لكن سؤال أستاذ مجاهد، لا سامحني، معليش أنا تفضل. اسمح لي درك الآن علينا أن نراجع أنفسنا كيف تعاملنا مع هؤلاء. أنا نعطيك يا أستاذ مجاهد، والله في هذه الفكرة فقط نطرح لك سؤال. تفضل. أنت تتكلم لي على قيم مهمة جدا، تقريبا هي القيم الجزائرية اللي تقريبا صدرتها لكل العالم، القيم الثورية التحررية يا أستاذ مجاهد، لكن يقابلها تنمية، أنك ما تقدرش تعيش فقط على هذه الشعارات، على هذه القيم. ولهذا أصبحت الكثير من الأمور يعني تصب في خانة الديماغوجية أو في خانة شعارات فضفاضة. أستاذ مجاهد، من المفروض أنه أيضا هو الطرح الدانا لهذا النقاش، ولو أنه ابتعدنا شوي على الموضوع، لكن معليش أستاذ مجاهد، انه الناس ايضا مثل تكلم لك على الجزائري شاب مثلا يشوف فينا، تقول له كل هذه القيم الثوريه ممكن تقنعه اوكي، لكن عامين 3 سنين ما يشوفش تنميه، عامين 3 سنين ما يشوفش تطور، عامين 3 سنين ما يشوف تكنولوجيا، تبقى تصدر له في هذا القيم وتصدر له في هذه الشعارات، يقول لك اوكي احنا قبله الاحرار والثوار، طيب خلينا نبنوا بلادنا، خلينا نطوروا بلادنا، خلينا نكونوا صح يعني قبله العالم اقتصاديا تكنولوجيا، لما لا؟ سيدي الفاضل، انت نبتعد عن العاطفية والسطحية ونغوص في الأعماق. سؤالي: كم إفريقي تكون في الجزائر؟ هل نعلم؟ هل عندنا الإحصائيات؟ ما عندناش إحصائيات. إحنا عندنا مشكل في التسيير. لا انت يا الماء في الجزائر تسيروا شركه فرنسيه، المطار تسيروا فيه شركه فرنسيه. احنا عندنا مشكله التسيير، ولا علينا ان نعترف، نديروا نقد ذاتي لانفسنا. احنا عندنا ضعف في التسيير، علينا الاهتمام بهذا الجانب تاع التسيير. كل ما استثمرنا في شيء علينا ان نحسن تسييره. ولذلك احنا دورنا في افريقيا عندنا قدرات وامكانيات واصدقاء وحلفاء وشركاء مهمين في افريقيا. احنا ما عرفناش نسيروا امورنا في هذا الموضوع. ما ضاعتش الفرصه استاذ مجاهد، قادرين نلحقوا الركب يعني. تقدر تسير، روح شوف، قلت لك انا دير احصاء للافارقه اللي كونتهم هنا، صحيح بالملايين. يعطيك الصحه، روح دير عمليه احصاء، صحيح. دير تواصل معهم. احنا انتم يا اخي في زمن التواصل الاجتماعي اليوم، الله يبارك، كاين انترنت، كاين تويتر، كاين كذا. هذو الناس نديروا القضيه كلها هي قضيه شبكات. هذا الناس اللي تكلمت عليهم انت، اسرائيل والمغرب وكذا، اللي يحبوا يدخلوا في افريقيا، لماذا؟ لان عندهم شبكه. طيب السؤال، خلينا حتى نختم الموضوع استاذ مجاهد. نعم. يعني المغرب الان بعث برساله، رساله الملك لما تقراها كلها يعني اطراء على الاتحاد الافريقي. لما يعود المغرب الان للاتحاد الافريقي فرضا تعود العلاقات، تتاثر توازنات ما استاذ مجاهد في المنطقه، تتاثر توازنات ما على تعاونات الجزائر مع دول اخرى، ما تتاثرش هذه التوازنات، راح يكون في صالحنا ما يكونش في صالحنا، رايك استاذ مجاهد؟ احنا بالعكس، احنا قبل 1900 احنا نوايا شويه استاذ مجاهد. لا احنا شويه النيه زياده، ماشي قضيه نيه زياده. احنا يعني في حساباتنا نفترض حسن النيه حتى يثبت العكس. صحيح. احنا لا نستطيع ان نحكم على الناس بالنوايا، احنا نحكم على الناس بالافعال. احنا لما قلنا مضينا اتفاقيه مع المغرب تاع حسن الجوار، جيشنا وجهناه للبناء، وجهناه للتشجير، وجهناه لبناء الطرقات، وجهناه للتعليم، وجهناه للصحة. لأن افترضنا حسن النية، احنا اتفقنا مع جيراننا على حسن الجوار. حسن الجوار كل المجهودات نتاعنا راحت للبناء والتعمير. صحيح. جيشنا إذا كانت راجع تشوف وقتاش بدا يتقوى،
بعد 75 لما اعتدى المغرب، اعتدى على الإخوة الصحراويين وأظهر نوايا توسعية. طيب أستاذ مجاهد، نسألك سؤال آخر خارج الموضوع، هو الحدث تقريبا الانقلاب اللي حدث في تركيا، الانقلاب الفاشل. أريد رأي أستاذ مجاهد بصفتك رجل عسكري متقاعد، وش رأيك في ما حدث في تركيا أستاذ مجاهد؟ ما حدث في تركيا كان متوقع. ما حدث في تركيا هو نتيجة انزلاقات وانحرافات نتاع السياسة التركية. السياسة التركية أخطأت في سوريا، أخطأت ضد الأكراد، أخطأ داخليا وخارجيا، قامت بأخطاء كثيرة مع جيرانها كلهم. أنت قبل ما يصير هذه المحاولات على الانقلاب أنت شفت تم إعلان الحرب على الأكراد، تم حجز فتح كل الجبهات يعني. الصحافة، البرلمانيين المنتخبين من طرف الشعب لم يسلموا من يد هذا النظام. إذن كان يعني كان متوقع، خلق الظروف المواتية للانفجار. صحيح. شكرا جزيلا لك عفوا سيدي على حضورك وعلى كل هذه التوضيحات. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى نهاية عدد اليوم من قهوة جورنان. قناعة راسخة فينا إن شاء الله أنه اليوم أفضل من الأمس، والغد دائما أفضل إن شاء الله في الجزائر، ودائما ندعو ربي على راية بلادنا. محمد عثمان يحييكم، السلام عليكم. اللهم آمين. اللهم آمين.